مستمعي اذاعه موزايك. مرحبا. اولا ساعه نقولوا مبروك للمغرب كاس العرب، انجاز اخر ينضاف لكره القدم المغربيه محمد. اول شيء شكرا على التهنئه من منظومه اعلاميه دائما هي محبوبه عند الشعب المغربي اللي هي المنظومه الاعلاميه التونسيه. اكيد بانه هذا الفوز هو تكمله لعمل دؤوب ابتدأ هذه مده اكثر من 15 سنه من العمل. كانت بدايتها من رؤيه استباقيه من جلاله الملك محمد السادس نصر الله والله يشافيه ويعطيه صحته في 2008، لما بعد الاخفاقات اللي كانت في الكره المغربيه، وجات الاراده السياسيه من اجل انه تعيد الكره الى الواجهه والى سكتها الصحيح، باجتماع من جلاله الملك مع السيد ناصر لارقات المدير الفني السابق ومدير اكاديميه محمد السادس السابق، من اجل الفهم، لان انت تعرف اخي فهمي مش ممكن تلقى الدواء من غير ما تشخص الداء. فكان تشخيص الداء، كان تشخيص المشاكل، اين يكمن الخلل في عدم تألق المنتخب المغربي والكرة المغربية في ظل تواجد هؤلاء اللاعبين الكبار. فكانت البداية بأكاديمية محمد السادس التي دائما ما تكون حاضرة بلاعبيها وبمكونيها وبمدربيها، حتى أن طارق السكتيوي اللي بتاريخه الكبير كلاعب وكمدرب بدايته في التدريب كانت في أكاديمية محمد السادس. نعم. ومن بعد معناها كان عمل تجارب اخرى في عديد الانديه المغربيه، على غير النهضه البركانيه وعلى غير المغرب الفاسي. تخيل ان طارق السكتيوي فاز بكاس العرش مع النادي المغرب الرياضي الفاسي وهو في فريق في الدرجه الثانيه، فاز مع النهضه البركانيه في 18 شهر، فاز بثلاث القاب، ميداليه برونزيه في الالعاب الاولمبيه، الكاس الافريقيه للمحليين، واليوم اعطانا بطوله عربيه باداء كبير وباخلاق كبيره. كان خير سفير للرجل المغربي في المحافل الكبيره. بالضبط. العديد من الحقيقه المدربين ناجحين حاليا مع المنتخبات في المغرب. حاليا المغرب البلد كيف يعيش اجواء الكان، الاستعداد للحدث الذي ينطلق رسميا يوم غد محمد؟ هي كان كل افريقيا بما فيها شعبنا واخواتنا التونسيين بطبيعه الحال. نعم. هذا هو كان الغرض، وكان هدف جلاله الملك بالتنسيق مع الجامعه الملكيه بان هذه الكان ستكون كان استثنائيه. اولا من ناحيه المنشات الرياضيه، تخيل لاول مره هناك 9 ملاعب في 4 ملاعب في العاصمه، بالاضافه الى ملعب في مدينه فاس، ملعب في مراكش، ملعب في اكادير، وملعب في كازابلانكا، وملعب في مدينه طنجه. تخيل بانه كاس افريقيا ستكون فيها 24 ملعب للتدريب، يعني ما فيش قضيه تاخر في التدريب نظرا لانه كان فيه منتخب اخر الى غير ذلك. كان اكثر من 84 وسيله اعلاميه ستنقل هذا الحدث، اكثر من 6000 اعتماد يعني تم اعطائهم للصحفيين. تخيل بانه هناك اكثر من 30 مستشار سيكون حاضر في هذه الكاس الافريقيه. خلينا نسميها بكاس افريقيا للارقام القياسيه، في انتظار كمغربي نقول لك في انتظار ما ننتظره اللي هو غايب علينا لمده 50 سنه، الا وهو التتويج. لما لا؟ تتويج ممكن بالنسبه لكم، بالنسبه لك انت كاعلامي كمغربي اكيد باش تقول لي ممكن، لكن على الورق اليوم كيفاش ترى حظوظ المنتخب المغربي في المسابقه هذه اللي ينظم على ارض وامام جمهوره؟ وخلينا نجاوبك بتفاصيل باحصائيه صغيره ربما راح تعجبك وتعجب مستمعي اذاعه موزايك وتعجبني، لانه في 2004 في التدورة الافريقيه اللي فاز بها المنتخب التونسي الشقيق انذاك، المنتخب الغاني مثلا لم يشارك في الدوره، والفاينل كان ما بين المنتخب التونسي والمنتخب المغربي. نفس الشيء في 2025 ما فيش المنتخب الغاني، فلما لا ان النهائي يكون مغاربي بيننا وبينكم ان شاء الله في النهائي. لو نعود الى سؤالك، شوف كأس افريقيا دائما تختلف، كل الاختلاف هناك تفاصيل تلعب عليها من اجل انك تفوز عليها. هناك فرق اللي تبدا بطريقه متواضعه وبعد ذلك تكبر في اطار يعني المباريات وتصبح في النهائي. كنا نتذكر كاس افريقيا اللي كانت في الكاميرون، منتخب المصري انهزم في المباراه الاولى امام نيجيريا، بعد ذلك نلقاوه في الفاينل بقياده محمد صلاح.
نفس الشيء مجموعه من المنتخبات اللي فازت على غرار الكوت ديفوار اللي انهزمت ب4-0 وبعد ذلك عادت في المنافسه وفازت. الاكيد بانه هدف الكاس الافريقيه هو هدف شعبي، وهو هدف من قياده ومن جامعه ومن كل الشعب المغربي. والاكيد بانه ما حبيش اننا يكون الضغط اكبر، لان اللاعبين اللي اختارهم السي وليد الركراكي عندهم كل الوعي بالمسؤوليه، لان بعد سيمي فاينل كاس العالم اكيد سيكون فشل ذريع لا قدر الله نقولها لو يفوز المنتخب المغربي بهذا اللقب في ارضه في جمهوره بملاعب عالميه. ربما لاول مره اي لاعب سيلعب كاس افريقيا هذه المره يلعب وكانه في ديار اوروبيه وليست في ملاعب افريقيه. بالضبط. وهل تعتبر انه هذه احسن بروفه للمغرب قبل المونديال، معناها على المستوى اللوجستي، على مستوى المنشآت، على مستوى انه المغرب مطالب انه يطلع ليفل اخر على مستوى المنشآت والاستعدادات لدورات كبيره؟ فهمي المملكه المغربيه خدت الليفل من خلال تنظيمها للتظاهرات العالميه. كفايه نقول بان المملكه المغربيه في 12 سنه الاخيره نظمت 3 دورات في كاس العالم للانديه. لما نقولوا كاس العالم للانديه نقولوا البايرن، نقولوا ريال مدريد، نقولوا نوادي ارجنتينيه ونوادي برازيليه الى غير ذلك في ملاعب عالميه. هذه واحده. هذه التنظيمات اعطت تجربه واعطت ثقافه للمملكه المغربيه من عقليه التنظيم للتظاهرات الكبيره. امس مثلا المنتخب السنغالي لما وصل الى مقر اقامته تخيل في كل غرفه نوم باسم اللاعب يلقى صورته ككادر، يعني في غرفه النوم الخاصه بالفندق اللي يقطن فيه. هذا احترام من المملكه المغربيه وعربون محبه لكل الافارقه سواء كانوا لاعبين كانوا اعلاميين كانوا مدربين، بان هذه الكاس الافريقيه ستكون تاريخيه في عاصمه الكره الافريقيه والعالميه الا وهي المملكه المغربيه. لو نتحدث عن المنتخب التونسي محمد، اقامته باش تكون في الرباط، باش يلعب في فاس. كان تحكي لنا شويه على المدن هذوما اللي باش يكون فيهم العاصمه، وايضا مدينه فاس اللي عندها علاقه تاريخيه مع تونس. اكيد مدينه فاس هي العاصمه الثقافيه في المملكه المغربيه. المباراه الثانيه كل الشعب الفاسي نقولها بكل امانه في انتظار تلك المباراه، وعازم كل العزم على انه يكون تونسي قلبا وقالبا مع المنتخب التونسي في المباراه الثانيه من اجل تشجيعه حتى يحقق نتيجه ايجابيه امام المنتخب النيجيري. كل الظروف مهيئه من اجل استقبال الشعب التونسي، من اجل توفير ارضيه ايجابيه وصحيه للمنتخب التونسي وللشعب التونسي حتى التشجيع يكون بطريقه متميزه لنسور قرطاج اللي نتمنوا لهم كل التوفيق سواء في مباراتهم الاولى التي ستلعب في الملعب البريد والمباراه الثانيه التي ستكون قمه القمم امام المنتخب النيجيري. وحنا نعرف بانه تونس دائما لما تلعب امام نيجيريا عندها ذكريات تاريخيه كبيره مع المنتخب النيجيري سواء في تصفيات كاس العالم او حتى في الكؤوس الافريقيه على غرار السيمي فاينال الشهير في 2004. قلت لنا الجماهير باش تكون حاضره تساند معناها المغاربه باش يشجعونا ان شاء الله ضد نيجيريا ان شاء الله هكا محمد مع التوانسه ان شاء الله ان شاء الله. ليش نقولها لكم نقولها من عين المكان. الكل يبحث على قميص المنتخب التونسي الابيض حتى نعطيك التفاصيل الابيض حتى يعني يدخل المركب فاس ويشجع المنتخب التونسي، لان اليوم التونسي هو اخ والمصري هو اخ والجزائري هو اخ، وهؤلاء الاخوه هم في ارض الكرم وارض الضيافه اللي هي المملكه المغربيه. اكيد ما نشكوش في هذا، وهذا هو الحقيقه التآخي والتحابب بين الشعوب هذيا. محمد ممكن نحكيو شويه على نقولوا الجائحه نتاع الفيضانات مؤخرا وحديث عنه بعض المنشآت تضررت شويه، ما نعرفش شنو هي الاستعداد معناها نكون الامور طيبه تم تجاوز الاشكال هذايا؟ لا فيما يخص الفيضانات اول شيء الفيضانات والخسائر كانت في مدينه اسفل، المدينه اللي هي بعيده بشكل كبير على المدن التي يعني مسلط عليها الضوء في الكاس الافريقيه. فقط نفتح قوس على ذكر الفيضانات. فالمنتخب المغربي الرديف اللي فاز بالكاس العربيه وبالتنسيق ما بين قائد المنتخب عبد الرزاق حمد الله واللاعبين
فاعطوا اكثر من نصف يعني البريم تاع التظاهره الى الشعب في مدينه اسفي وفي مدينه فاس. كان هناك سقوط لبنايتين خلفت اكثر من 20 موتى، وفي مدينه اسفي كانوا اكثر من 30 موتى. فبفكره عبد الرزاق حمد الله وبتاكيدها من طرف السي طارق السكتيوي، كل اللاعبين تضامنوا وارسلوا يعني مساعدات انسانيه تضامنا مع هذا الشعب. نعاود نقول لك بانه هذه الظروف الطقس اللي كانت يعني سوف لن تؤثر، لان المملكه المغربيه لما قررت انها تبني مركب مولاي عبد الله في 18 شهر بهندسه مغربيه وبعمال مغاربه، ولما قررت على انها تضيف ثلاث ملاعب في مدينه الرباط، ف ما قررتش انها تبنيهم فقط من اجل البناء، ولكن البناء كان بطريقه عالميه باسس عالميه من اجل الحفاظ على ارضيه الملعب. وهذا هو الشيء اللي المتميز، لان اليوم ما فيش مباراتين في ملعب واحد، وهذا النقطه المهمه. يعني ارضيه الملعب ستكون مهيئه وستكون يعني ملائمه حتى نجري فيها مجموعه من المباريات، سواء كان في الدور الاول او في توالي الادوار الاقصائيه، يعني الثمن الربع النصف النهائي، الى ان نصل الى يوم 18 من يناير القادم بحول الله تعالى. ان شاء الله. يعطيك الصحه زميل الصحفي محمد الله خراز، مباشره من المغرب، على كل هذه التفاصيل، على كل هذه المعطيات، وشرفنا بحضورك معنا. ان شاء الله بالتوفيق للمغرب كمنتخب يشارك، وايضا كدوله المغرب المملكه المغربيه في التنظيم تاع الكان. ان شاء الله بالتوفيق لكم. ناخذ راي وليد ومحمد. اليوم يقول لك اعطانا معطى مهم محمد، يقول لك راهو جميع فاس باش تكون تشجع تونس. ما هي برشا ديجا كي نسمعوا انه تساكر مقابل تونس بريسك وفاو نتاع 3 مقابلات،